سلطنة وتمكن من عرب المقامات العربية الشرقية تمتعنا بها بصوت المنشد المتألق محمد الخمليشي رفقة فرقة وجد. تبارك الله عليكم سيدي محمد. كما هو ظاهر تبارك الله عليك سي محمد، انت متشبع بالمقامات العربيه وعندك كتغني بواحد الاريحيه تبارك الله عليك. شنو هما الاصوات اللي تاثرتي بهم وتلمتي عليهم حتى بالسماع؟ لاله سناء، كما لا يخفى عليك، البحث الحقيقي ديال الفنان هو البحث في مجموعة من الأصوات وليس في صوت واحد. لأن هناك مدارس لها روح سلسة في الأداء، وهناك مدارس تتميز بالسلطنة، وهناك مدارس تتميز بالتكنيك بين قوسين والأداء المحكم. فالفنان في الحقيقة دائما بحثه كيكون حول مجموعة من الأصوات اللي كيستقي منهم النغائم باش كيقدر يترجمها بصوته. أنا كنت متأثر بالشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي والشيخ زكريا أحمد وعلي محمود وصلاح الدين كبارة وصباح فخري وأديب دايخ وبكري كردي. هذه المدارس كل مدرسة خديت منها ما يفيدني وما يجعل صوت محمد الخميشي معروفا. وتبارك الله عليك، هاد المدارس هادو كلهم أصوات كبيرة ومدارس كبيرة. الواحد اللي يواظب على الاستماع لهم غادي يستفد الشيء الكثير. والمثال واضح معك سي محمد. نسألك بحكم تجربتك في هذا الميدان اللي هو وخصوصا التخصص ديالك في الموشحات، وتبارك الله عليك التاثر ديالك بالمدرسه العربيه الشرقيه، شنو هما المسائل اللي خص يركز عليها المنشد باش يوصل للمستوى ديالك الا بغينا نقولوا؟ شنو هي النصيحه اللي تقدر تعطيهم اليوم؟ النصيحه في شقين. الشق الاول فهم المخارج الحروف والصفات الحروف التي تجعل من الصوت يخرج منه ذهب النغائم، يعني قواعد ومخارج الحروف العربية. والشيء الثاني هو الفهم الموسيقي فهما أكاديميا. لو اجتمع الفهم الموسيقي فهما أكاديميا علميا وتناسق مع الفهم القاعدة المعروف في قراءة القرآن، يصنع فنان متمكن بعربه وبحليه الجميل في الأداء وبرونقته الجميلة في التطريب. أكيد أن إذا توفرت الموهبة وتطعمت بالبحث وبالخبرة كذلك غادا تعطي نتيجة زوينة. تبارك الله عليك سيدي محمد، كنا جد سعداء باستقبالك معنا، أسعد. ومازال غادي نسمعوك في نهاية الحلقة إن شاء الله رفقة فرقة وجد. مشاهدي